بين حجارة هذا القصر الصامت في بلدة قرفة اختبأت واحدة من أكثر الحكايات إثارة للجدل في تاريخ درعا الحديث. هنا لم يكن مجرد منزل فاخر، بل كان رمزا لمرحلة كاملة من النفوذ الأمني الذي امتد لسنوات. ارتبط باسم اللواء رستم الغزالي، الرجل الذي خرج من هذه الأرض البسيطة ليصبح أحد أكثر الشخصيات الأمنية تأثيرا وغموضا في سوريا. من راع في ريف درعا إلى رجل أمسك بملفات حساسة داخل سوريا وخارجها. صنع الغزالي شبكة نفوذ واسعة جعلت من بلدته مركز قوة يخشاه الخصوم، ويحسب له حسابا بين الحلفاء. مع اندلاع الثورة السورية لعام 2011 عاد اسمه وتصدر المشهد. ارتبط بدور أمني حاسم ترك بصماته العميقة على المحافظة، لكن الحكاية لم تتوقف عند السلطة والنفوذ، تحولت لصراع داخل أروقة النظام نفسه، خلافات وصدامات واتهامات متبادلة انتهت بنهاية غامضة لرجل كان يوما من أكثر الشخصيات نفوذا. في مشهد بقي محفورا في الذاكرة، أشرف الغزالي بنفسه على إحراق هذا القصر، وكأن النيران لم تكن تلتهم حجارة البناء فقط، بل كانت تحرق معها فصلا كاملا من تاريخ الإجرام. يقف اليوم هذا القصر شاهدا صامتا، لا يروي قصة رجل فقط، بل يحكي عن مرحلة كاملة من تاريخ درعا، حيث تداخلت السلطة بالخوف والنفوذ بالمصير المجهول. ويبقى السؤال الذي لم يستطع أحد أن يجيب عنه حتى اليوم: هل انتهت الحكاية فعلا، أم أن آثارها ما زالت تكتب حتى اليوم؟ هنا في بلدة قرفة التي تتوسط محافظتها.